واش عمرك شفتي شي ولد صغير كيقري في الجامعه؟ هي سيدي، هذا الشيء راه واقع وماشي خيال. في الوقت اللي الاطفال اللي قدوا في العمر كيلعبوا بالالعاب ديالهم اولا كيتفرجوا في الرسوم المتحركه، سوبورنو بهاري كيعطي دروس في الفيزياء وكيتناقش مع ناس كبار اللي عندهم الدكتوراه. هذا الطفل العبقري اللي جاي من الهند ولات الجامعه الكبرى كيطلبوه باش يدير عندهم محاضرات. هذا النابغه كيهضر على مفاهيم ديال الفيزياء الكم وكيتعامل مع المعادلات المعقده بحال شي بروفيسور عنده 30 عام ديال التجربه. والكتب ديالو ولات معتمده في بعض المدارس، وجامعه هارفارد منحته جائزه خاصه على الانجازات المبكره ديالو في العلوم. الاساتذه من جميع انحاء العالم كيسافروا غير باش يسمعوا المحاضرات ديالو وكيخرجوا مذهولين من الطريقه باش كيفكر. هذا راه ماشي غير طفل نابغه، هذا راه ظاهره علميه وعبقري كيخلي حتى الحواسيب تحبس قدامه. وحتى شي علماء قالوا عليه ربما يكون امتداد لاينشتاين او شي شخص جاي من بعد اخر. ولكن واحد الحاجه اللي اكيده ان سوبورنو بهاري ماشي طفل عادي، راه يمكن يكون اذكى انسان في هذا القرن. وانتم شنو بان لكم في هذا الطفل؟ اللهم بارك. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليق وخلي معاك لايك، وكالعاده تحياتي لكم.